عارفين الشعور لما تيجوا تتفرجوا على مسلسل درامي أو رومانسي بس في مدرسة ثانوية وتلاقوا نفسكم مش عارفين تندمجوا مع الأبطال، مش عشان التمثيل وحش ولا الإخراج وحش، إنما لسبب غريب جدا، وهو إن الأبطال شكلهم صغير أوي. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البرادعي. النهارده هنتكلم على المسلسل التركي اللي عامل ضجة كبيرة جدا الفترة دي، وهو مسلسل ضاها أونياده، اللي هو يعني لسه 17 سنة. هنتكلم طبعا على قصته ورأيي الشخصي في المسلسل، وهل هو عاجبني ولا لأ، وأنصح بيه ولا لأ. برضو كل ده هنتكلم عليه في الفيديو ده، بس خلينا الأول نتكلم على قصة المسلسل. قصة المسلسل بتتكلم عن أراس وهو متربي في ملجأ وعنده هدف واحد في حياته، وهو إنه يلاقي أخوه دمير اللي انفصل عنه من وهم أطفال بعد حادثة حصلت ليه هو وأهله. أراس بتجيله رسائل مجهولة بتقوله إن أخوه موجود في بودرة، فبيقرر يدخل ملجأ ومدرسة هناك علشان يدور عليه. طيب يا سارة، هل المسلسل يستاهل الضجة الكبيرة اللي هو عاملها؟ هل هو فعلا حلو؟ الصراحة المسلسل فيه إيجابيات وفيه سلبيات، فهبدأ بالسلبيات الأول. أول حاجة في السلبيات مثالية أراس زيادة عن اللزوم. أراس طالع سوبر هيرو، بيدافع عن الكل، بيرد على المدرسين، ما بيخافش من حد. وكمان بقى ايه اللي زهقني في الحلقة اللي فاتت، لما أراس وليلى راحوا علشان ينقذوا طيمان، كان في راجل واقف يعني حارس المكان. المفروض أراس بصغر سنه إن هو قدر على الراجل، يعني راجل بطول بعرض، وأراس اللي لسه في ثانوي وشكله صغير راح مسك بس الراجل كده من دراعه، والراجل قال الحقوني، ووقع على الارض. ايه في ايه؟ ده بيفصلني كمشاهد عن الواقعيه. يعني له منطق ان واحد زي اراس يقدر على راجل كبير، المفروض ان هو حارس يعني واقف على المكان، يعني بيعرف يضرب، فمستحيل. يعني المفروض الكاتب يديله في بعض المشاهد خوف بشري حقيقي، ان هو مثلا يبقى قلقان على نفسه في موقف معين، انه يكون خايف على نفسه او خايف من مواجهه معينه. انما لا، جايبينه في كل المشاهد ان هو مش بيخاف، وان عادي ان هو يحصل له اي حاجه، وده مش طبيعي لشخص في سنه اصلا مهما كان واجه ايه في حياته. يعني فانا مش شايفاه دي شيء منطقي، او زي ما قلت ان هو بيفصلني. تاني حاجه، خط الحب اللي ما بين اراس وليلى ما بلعتوش خالص الصراحه. انا بجد اسفه جدا جدا للناس اللي هم بيحبوا الكابل ده، بس انا ما بحبش الحب السريع خالص، لان مشاهد اراس وليلى هتلاقوا الحب اللي ما بينهم سريع زياده عن اللزوم ومن اول نظره وبسرعه كده. ده غير ان شكلهم مع بعض طالع اطفال قوي الصراحه، خصوصا اراس ملامح وشه طفوليه بيبي فيس، فخط الحب السريع ده مع شكلهم الصغير خلاني ما استمتعش بيهم خالص. طبعا في ناس هتقول لي طب ما هو يا ساره ده الطبيعي، هم في مدرسه ثانويه، فلازم يبانوا ان هم مراهقين في سن المدرسه، وان علاقه الحب في الطبيعي في السن ده بتحصل بسرعه وبالشكل ده. معاكم حق وده حقيقي فعلا، بس الفكره فين؟ ان احنا كبرنا وتعودنا على مسلسلات مدرسيه ثانويه بشكل تاني. كنا بنشوف الابطال فيهم في اواخر العشرينات، بيكون جسمهم اكبر وملامحهم ناضجه، بس لما بييجوا يلبسوا اليونيفورم عقلنا بيعمل تجاوز وبنصدقهم. النضج ده كان بيديني كمشاهد مساحة أكبر إن أنا أندمج في مشاعرهم وقصص حبهم والأزمات اللي بيمروا بيها، فبحس بنضجهم وبصدق فعلا إن دي قصة الحب الحقيقية اللي هتنتهي بالجواز في الآخر. لكن لما جيت أتفرج على المسلسل ده، الممثلين فعلا شكلهم صغير قوي وجسمهم صغير ومناسب فعلا لثانوي. المفارقة هنا إني لما شفت الواقع الحقيقي ما قدرتش إن أنا أندمج معاهم، حسيت إني بتفرج على مراهقين بجد، وبما إني في سن أكبر منهم فحسيت بالفجوة دي، فما بقتش قادرة أستمتع بالخط الرومانسي أو الكيمياء اللي ما بينهم بالشكل الكافي، لأن عيني شايفاهم صغيرين، وده عمل لي قفشة شوية في الاندماج. بس عشان أكون منصفة، في المسلسل في حاجات تانية عجبتني كتير. أول حاجة في الإيجابيات إن المسلسل ما بدأش بملل. من أول لقطة في المسلسل خلينا نتشد، اللي هو مين اللي بيبعت لأراسل الرسائل، تيو مثلا إيه اللي حصل له وخلاه ما بقاش فاكر أي حاجة عن حياته، فبقينا عاوزين نعرف هو إيه اللي حصل. اتنين، الكيمستري ما بين الإخوات، أراس بكاريزمته الهادية وتيو بشره وغروره، الميكس طالع حلو قوي ويشد المشاهد. تالت حاجه، قصه تيمان عجباني قوي الصراحه، لان انا بحب الحاجات اللي بيبقى فيها حاجات نفسيه وعقد نفسيه الصراحه. وفي خطين بقى بالظبط هم اللي مخليني مكمله المسلسل ده. الخط الاول قصه تيومان ودينيز،
التركيبة الدرامية بتاعتهم بحبها، اللي هي توليفة الولد الغني السيكوباتي اللي عايش حياة بائسة، والبنت الفقيرة اللي شخصيتها قوية، وفي نفس الوقت إن أم فينوس حامل من أبو تيو. فليهم قصة كبيرة، والميكس ما بين شخصياتهم والتناقض اللي ما بين شخصياتهم هو اللي مخليني أتشد وأبقى مندمجة معاهم، لأننا قدام اتنين عندهم جوع عاطفي وجروح نفسية قديمة. هو بيتعرض لعنف وقسوة من والده، فربى جواه شخصية شريرة وقاسية ومغرورة كدرع ليه، وهي بنت فقيرة بتعاني من غياب وحنان الأم وأمانها. المقابلة ما بين الجرحين دول بتخلق كيمياء تانية خالص. كمشاهد ببقى قاعدة متحمسة ومتشوقة أشوف رحلة التعويض، إزاي الشخص القاسي والمغرور ده هيلين قدامها، وإزاي هي هتلاقي الأمان والاحتواء اللي ناقصها معاه. الاتنين ساعتها هيكملوا بعض، ده غير إن ملامحهم وشكل جسمهم مدي أكبر من عمرهم، وده لأن ملامحهم حادة وعلاقتهم مبنية على صراع وعقد درامية تقيلة، فبتجبرك إن أنت تركز في الكيمياء اللي ما بينهم والقصة بتاعتهم وتنسى سنهم. تركيبتهم النفسية الصعبة خلاني كمشاهدة أقدر إن أنا أصدقهم وأندمج معاهم، عكس أراس وليلى اللي حبهم السطحي والسريع ده مع شكل أراس الصغير فخلاني ما اندمجش معاهم أوي. وبصوا برضو هنا هتلاقوا ان تيو في اعلان الحلقه الجايه لابس لبس مخليه ان هو شكله كبير، يعني حتى بعدين لما يجوا مثلا لو عملوا مرور زمني ولا حاجه وخلوه ان هو مثلا يتجوز فينوس، فهتلاقوا شكله مناسب لو لبس بدله او ربى دقنه، فخلاص تمام هيبقى راجل ناضج يقدر ان هو يعني ايه يتجوز وكده. ودينيز نفس الشيء، هتلاقوا برضو ان جسمها مساعد ان بعدين لو لبست حاجه فيبان عليهم ان هم شكلهم كبير. انما اراس مثلا لو جيتوا عملت له مرور زمن صعب، وشه بيبي كيس قوي وشكله فعلا صغير، فحاسه ان ده ممكن يبقى صعب عليه. طيب بقى في مشكله صغننه كده مضايقاني في قصة تيو ودينيز، إن مشاهدهم وقعت في فخ التكرار اللي بيزهق. يعني مثلا اتقابلوا النهارده في المدرسة بتقول له كلام يجرحه ويوجعه، تاني يوم اتقابلوا في المدرسة بتقول له نفس الكلام، ثالث يوم اتقابلوا في المدرسة يبقى في مناقشة ما بينهم، نفس رتم المشاهد هياها. العلاقة هنا ما بتتحركش خطوة لقدام، واقفة في مكانها. أنا بحب دايما في علاقات الحب إن هي تمشي بالراحة وواحدة واحدة، بس البناء الطبيعي الصح مش معناه تكرار نفس الموقف، إنما معناه التنوع في المواقف. أنا كمشاهدة محتاجة إن أنا أشوفهم في سياق تاني بره خناقات المدرسة التقليدية، سياق تاني يخليني أشوف الوش التاني ليهم. يعني عادي جدا إن هم يبقوا أعداء وبيكرهوا بعض، بس حطهم في موقف يخليهم غصب عنهم يقربوا من بعض، حطهم في مشكلة، حطهم في شغل مشترك يجبرهم ان هم يبقوا سوا، او موقف خطر يخلي واحد فيهم يظهر جانب انساني، وبعد ما الموقف يخلص يرجعوا تاني لعداوتهم وعنادهم عادي جدا. الحركة دي تكسر الملل وتكون نقلة في العلاقة، لانها بتديني كمشاهد لقطة او اشارة تخليني اتحمس واقول اوبا ده في مشاعر بتتولد تحت الكره ده، فاقعد مستنيه الحلقه اللي بعدها بحماس عشان اشوف هم وصلوا لايه. فاتمنى موضوع الخناقات والكلام اللي بيحصل في المدرسه يوميا ده يقل بقى، ونشوف حاجات تانية زي ما قلت كده اللي هي تقرب ما بينهم، بس العداوه عادي تبقى موجوده، وواحده واحده العداوه دي تختفي ونشوف بقى ايه التعويض الحقيقي. طيب الخط التاني بقى اللي مكمله برضه بسببه هو الخط اللي ما بين اراس وتيو. انا مستنيه ومتحمسه قوي للحظه اللي هيكتشفوا فيها ان هم اخوات، ورد بقى فعلهم وانتقامهم من عيله تيومان، وان هم السبب في مشاكل تيو النفسيه. فالخطين دول هم السبب ان انا مكمله المسلسل وعاوزه اشوفهم رايح على فين، رغم ان انا مش قادره احكم اذا كنت هكمل للاخر ولا هفصل في النص، بس حاليا انا مكمله بسبب الخطين دول. وعشان كده انا شايفه ان المسلسل هيبقى تحفه فنيه للناس اللي هم اقل من 20 سنه او جيل المراهقين والشباب الصغير. وده ليه؟ لانهم هيشوفوا نفسهم بجد على الشاشه، هيشوفوا ناس شبههم وفي سنهم، فبالنسبه ليهم المسلسل ده هيكون قريب جدا من قلبهم. طيب الناس اللي فوق ال20 هل المسلسل ده مش ليهم؟ لا خالص، السينما والدراما ما فيهاش قواعد ثابته. يعني في فئه من الجمهور الاكبر سنا زي حضرتك كده يحبوا الخط بتاع تيومان ودينيز وعقدهم النفسيه والحاجات دي واللي هو من كره الحب، وفي فئه تانية خالص ممكن يعجبهم اراس وليلى عادي جدا، ممكن شايفين الكيمستري اللي ما بينهم حلوه، ممكن شايفين القصه اللي ما بينهم حلوه، او ممكن يحبوهم لسبب تاني خالص بقى. وده بيحصل لي في معظم الحاجات اللي بشوفها، وهو حته الحنين لايام زمان. كمشاهد سنه كبير ساعات بتبقى محتاج تتفرج على حاجه تاخدك لبراءه ومشاكل السن ده، تفاصيل او قصه حب، الخجل، اللطافه، البساطه. فالمشاهد الاكبر سن هنا بيتفرج وهو حاسس بمتعه تانية خالص، متعه ان هو بيفتكر ايام الثانوي وبراءتها والمشاكل في السن ده،
الشقاوة من خلال أبطال حقيقيين وشبه المرحلة دي بجد. وقبل ما انهي الفيديو، السؤال ليكم، انتوا تبع أي فئة وحابين أي كابل من دول؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجديد. سلام.